السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنىكم تكونوا في تمام الصحة يا رب، صحتكم تكون لاباس، تكونوا هانيين وما ناقصكم حتى شي خير يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوة الزمن الجميل اللي ما كايناش شي دار مغربية اللي ما دارتش هاد الحلوة. كتختلف فقط في السميه. كاين اللي كيسميها حلوه الكوك، عين موكا، عين بقره، حلوه ديال الكوفيتير. كل واحد كل منطقه وشنو كيسميوها، ولكن نفس المقادير ونفس المكونات. وشحال ما درنا ديال الحلويات والشكيلات كنرجعوا لهذا الشكل هذا، حيت هشيشه رطبه كتذوب في الفم وكتعطي كميه كثيره وما فيها باس. مره بحال هكا نرجعوا للحلويات ديال زمان وديال الزمن الجميل. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وفرجة ممتعة. غادي ندوزو ان شاء الله المقادير والطريقة في نفس الوقت. غادي نحتاجو ان شاء الله 250 غرام ديال الزبدة. استعملوا اي ماركة كانت عندكم، فيتال، زبدة ديال العبار اللي كان متوفر. غادي نستعمل ديك الطاسة كاملة كتوزن 250 غرام. عندي هنايا كاس ديال سكر كلاصي. الا ما كانش متوفر سكر كلاصي طحنوا غير سنيده. غادي نغربل مزيان داك السكر باش هكا ما يبقاوش عندي دوك الكويورات هكاك. غادي نزيد واحد الساشي ديال الفاني، وغادي نزيد واحد رشيشه ديال الملح. صافي غادي نخلط مزيان داك السكر مع الزبده حتى كيبان ليا تتبان ليا الزبده صافي دابت، ما بقاتش مكوره، وتخلطات مزيان مع السكر كلاصي. وبالنسبه للقياس ديال كاس ديال السكر كلاصي كيوزن 100 غرام. ومن الاحسن الزبده اللي غتكونوا غتخدموا بها جبدوها من قبل من الثلاجه باش هكا ما تعذبكمش هكا في الخدمه، وحتى انها كتكون لينه دغيا دغيا كتخلط مع السكر. من بعد ما كنخلطهم مزيان غادي نزيد هنايا كاس ديال الزيت. نقص منه واحد شويه، قياس 190 غرام ديال الزيت. نخلط مزيان وغنزيد واحد عندي 4 ديال البيضات. درت 3 والبيضه الرابعه حيدت لها البيض ديالها، درت غير الصفر. البيض ديالها غنخليوه باش نزينو به. المهم ديروا 3 البيضات وصفر بيضه. صافي غنخلط مزيان دوك المكونات حتى صافي كيبانوا ليا تخلطوا كاملين. كتبقاو تخلطوا مزيان حتى كتضمنوا بلي ما بقاتش زبده هكا مكوره ولا شي حبيبات ديال داك السكر ديال الفاني، ولا حتى كيبان لكم داب كلشي. هنايا غربلت 6 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق. غادي نبدا نضيف شويه بشويه. المهم انا في الحلوه كامله خدات ليا 7 ديال الكيسان ديال العنبه عامرين مزيان. تقريبا من 700 غرام حتى 800 غرام ديال الدقيق. ولكن كيبقى كيختلف شحال غادي يخصك ديال الدقيق على حساب الحجم ديال البيض وعلى حساب الكاس باش عبرتي داكشي. باش واخا قلت لك 6 ولا 7 ما تلوحيش دوك الكيسان ديال الدقيق كاملين في العجينه ديالك، فكيقدر تحتاجي انتقال ولا اكثر على حساب. المهم بقى تضيفي بشويه بشويه وعينك ميزانك. وانا هنايا كنعتذر راني غربلت واحد الساشي ديال الخميره ديال الحلوى واحد، غربلته مع الدقيق. هكا ملي كتكوني بوحدك وكتكوني كتخلطي كتحاولي توجدي داكشي كامل حداك باش هكا ما كتبقيش تطلي الدنيا. المهم انا هنايا راني غربلته مع الدقيق. انا هنا زدت الكاس السابع. وبخصوص الساشي ديال الخميره ديال الحلوى ما تنساوش انا راه درته غربلته مع الدقيق. غادي نحاول نجمع ديك العجينه كامله. كتكون هكا طريه في اليد، ما تقصحوهاش بزاف فاش تبغيو تكوروها غتفرتت ليكم.
وما ترطبوهاش بزاف حيت فيها الزبده غتذوب لكم في الفران. بالنسبه للناس اللي عندهم هكا وليدات وكيبغيو كميه اكثر، تقدروا ديروا 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال السنيده، زيدوا واحد البيضه وما تزيدوش من الزبده صافي. القوام ديالها نديرها في القوام ديالها كيجي رطب وما تجيش قاصحه، المهم بين وبين. هنايا غديروها في شي ساشيه باش هكا ما تقصحش ليكم. بالنسبه باش غنزينوا الحلوى، عندي هنايا شويه ديال الكونفيتور، عندي هنايا الكوك جوز الهند. ما غتحتاجوش هادشي كامل، انا غير بغيت نوريكم، خديت 4 دراهم من الحاجه غير باش اقتراحات وصافي. هذا كاوكاو كونكاسي، والاخر لوز كونكاسي. كتقداوها بحال هكا. تقدروا الا كان عندكم، عندي تما في ديك الزلافه البيض ديال البيضه اللي كنا خلينا، تقدروا ديروا غير حاجه وحده من هاد، يا اما اللوز يا اما كاوكاو يا اما الكوك. وتقدروا الا ما كانش كونكاسي تشدوا غير كاوكاو خضر وتهرمشوه، ما تطحنوش بزاف وما تخليوش هكا طروفه كبار. صافي كتاخدوا واحد الكويره، كيبقى الحجم ديال الحلوى، لا بغيتوها كبيره كبروا الكويره، بغيتوها صغيره صغروا الكويره. كديروا كويره وتحاولوا انكم تضغطوا عليها شويه بالكف ديال اليد باش ما تجيش غليظه. ديروها في البيض ديال البيض، وديروها في اللوز ولا كاوكاو ولا فاش ما بغيتو. تاخدوا شي اداه ولا غير صبعكم هكايا باش ديروا واحد الحفيره، وصافي كتحطوها في لاطه اللي تكونوا دهنتوها بالزيت ولا فرشتوها بورق الطبخ على حساب. كما قلت لكم تقدروا ديروا غير حاجه واحده، ما ديروش المكونات كاملين. انا هنا خديت غير 4 دراهم 4 دراهم الحاجه باش هكا نوريكم اقتراحات وصافي. التزيين كيبقى اختياري، تقدروا تزينوا باش ما بغيتو. وما تخليوهاش غليظه بزاف، حاولوا تضغطوا عليها شويه باش ما حيت فيها خماره راه غادي تزيد تنفخ. صافي من بعد ما كنكملوا كنعمروا اللاطه اللي غندخلوها الفران، كنعاودوا نقادو غير دوك الحفيرات هكايا، كنعاودوا نقادوهم شويه، عاودوا بركو فيهم شويه حيت كيزيدوا يتنفخوا شويه. وهكا باش نلقاو فين غنديروا فين غنديروا الكونفيتير، حيت غنعمروهم بالكونفيتير. هنايا غناخدو شويه ديال الكونفيتير، ويبقى تكبوا شويه بشويه، حيت فاش كتبداو تخدموا كتكون زلافه زعما عامره، كتعمر لكم هكا بشويه كاوكاو داك هذاك تيضيع عليكم. بقاو تخويو شويه وفين ما خصكم عاودوا زيدوا. نعمروا دوك الحفيرات ديال الحلوى. تقدروا تخليوهم هكاك وتعمروهم فاش تخرجوهم من الفران، تعمروهم بالشوكولات. غير هو يعني فاش تبان لكم قريبه طيب، عاودوا عاوتاني بركوا في دوك الحفيرات باش حيت كيتسدوا. انا غناخذ نفس الكوفيتير، زدت عليه شويه ديال الملون احمر. هادو غير اقتراحات، تقدروا تزينوا باش ما بغيتو. كان عندكم كوفيتير ديال الفريز زينوا به. غير هنايا من الاحسن انا استعملت الكوفيتير اللي فيه دوك الطريفات، حيت من بعد ما طابت هاد الحلوه بالخصوص هذه اللي درت فيها الملون، فاضت شويه يعني بدا داك ديروا من الاحسن الكوفيتير يكون جاري ديال الحلوه.
صافي كتبقاو تعمروا الحفيرات حتى كتكملوا الكميه كاع اللي عندكم ديال الحلوى، ودخلوها الفران. العافيه تكون مهيله، خليوها ما تحلوش عليها تتبان لكم هكا تتصفر من الجناب، وما تحمروهاش بزاف من الفوق. الحليوه ديالنا من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه بزاف، هشيشه رطبه، كتذوب في الفم، كتعطي كميه كثيره. والحلوه ديال الزمن الجميل اللي ما كاينش شي واحد فينا اللي ما عندوش ذكريات ديال الاعياد وديال الطفوله مع هاد الحلوه. جربوها، اكيد اكيد غادي تعجبكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وبصحه وراحه.